أهلا بيكم في قعدة كروشيه جديدة النهاردة وأنا بشتغل في القطعة دي كده. كنت بفكر في سؤال دايما بيتكرر: هل فعلا الكروشيه ممكن يبقى شغل بجد ولا هيفضل مجرد هواية وبنضيع فيها وقتنا وفلوسنا؟ هاتي خيطك وإبرتك وتعالي نحكي شوية في رحلة تحويل الهواية لبزنس. النهاردة كده قررت يبقى الفيديو ده كده نحكي فيه عن ازاي حولت الهواية لبزنس، وازاي اصلا انت دلوقتي لو هاوية كروشيه تحوليها بعد كده لبزنس. كتير كلنا مننا بدأنا كده بغرزة غلط ومفرش قعدنا نتزايد فيه غلط، وبعد كده ورب منا، وبعد كده بدأ يلف. يعني كنا في البداية كده مش محترفين زي ما بيقولوا. أنا في بدايتي كنت باشتغل لبيتي، يعني كنت باشتغل كهواية. كنت قاعدة فاضية فقُلت أشتغل هواية مثلًا، مفرش ليّا، حاجة للبيت وبس. ما كنتش واخدة خالص إن أنا ممكن أبيع الكروشيه أو أعمل صفحة ليّا أو أعمل حتى القناة دي. فبدأت كده وبعد كده كنت باعمل بقى ليّا، يعني باغلط في حاجة فالحكاية راجعة ليّا في الآخر. يعني لو مفرش مثلًا غلطت فيه في صف أو في سطر أو في غرزة، خلاص أنا متطمنة إن هو ليّا وما حدش هيكتشف الغلط ده غيري. لحد ما جه أول order ليّا وكان من واحدة قريبتي، طلبت منّي شنطة وقالت لي: "أنا هاجيب لِك الخيط وأنتِ تبدئي تعملي لي الشنطة." في الأول اتحمست وبعد كده خُفت إن أنا أغلط في الغرز أو تكون الشنطة مثلًا شكلها مش حلو. فهي قالت لي إن هي مش هتدفع فلوس كالعادة، أنتم عارفين طبعًا. لإن أنا مش فاتحة business، أنا بس كنت باشتغل ليّا يعني كهواية. بالنسبة لي ما كانش فارق معايا إن هي تدفع لي فلوس أو لأ، بس هي قالت لي إن هي هتجيب لي الخيط. ففعلًا هي جابت الخيط وبدأت أنا في الشنطة، بس كنت خايفة جدًا. إحنا كلنا بنخاف من اللحظة دي، بنخاف من إن إحنا نعمل حاجة لحد و نستنى بقى رأيه، هل هيعجبهم، هل مش هيعجبهم، حتى لو أنتِ حاسة إن هو عاجبِك أنتِ، بس في الأول وفي الآخر الشخص اللي أنتِ بتعملي له الحاجة لازم يكون عاجبه. فبدأت عملت الشنطة وبدأت معايا كده تحلو، والشنطة فعلًا طلعت حلوة جدًا، تمام. بس ودِّيت لها الشنطة، فرحت بيها جدًا وقالت لي: "شكلها حلو أوي، أوي، طَب أنتِ ليه ما تفكّريش تعملي مثلًا صفحة وتبدئي تبيعي؟" قُلت لها: "لا، لا، أنا واخداه هواية، يعني أنا مش واخدة الموضوع إن أنا آخده business مثلًا أو إن أنا أكسب منّه." وأكيد كُلّنا مَر علينا اللحظة دي، لو أنتِ دلوقتي فاتحاه كbusiness أكيد أنتِ كنتِ بادئاه كهواية. فقُلت لها: "لا، لأ، أنا مش هينفع خالص إن أنا واخداه هواية." المهم بقى إن الشنطة عجبت صحابها جدًا، وبدأت إن هي صحابها يطلبوا يعني موديلات تانية، لإن أنا طلّعت الموديل ده نفس الصورة اللي هي كانت باعتاها لي. فبعتت لي وقالت لي: "إيه رأيِك؟ أنا صحابي عايزين كذا شنطة، فحابة إن أنتِ تعمليها، بس هُم عايزينها بقى إن أنتِ تجيبي الخيط وتصعّريها وتبيعيها لهم." طبعًا دي مشكلة القرن كُلّه، مشكلة أي واحدة لسه بادئة في الكروشيه، إن إحنا نسعّر. أنا مش عارفة أسعّر إزاي، أنا مش بجد. أنا مش واخدة أصلًا يعني أنا واخداه هواية، أنا مش عارفة أبدأ منين والّا أنهي منين، والّا أنا عليّا إن أنا أعمل الشنطة، لكن أسعّر شنطة دي اللي لأ. فبدأت طبعًا كبادئة بقى للكروشيه، طبعًا أنتم عارفين إن إحنا كنا بنسعّر غلط جدًا. فكنت باسعّر إن هو سعر الخامات وأروح حاطة عليه مثلًا 30، 40 جنيه وأقول لها الشنطة بكذا. اللي هو بيستغربوا طبعًا، إزاي الشنطة تبقى بالسعر ده؟ فبدأت ال يعني يعجبهم السعر، وفي نفس الوقت أنا مطلّعة شنطة حلوة، والسعر طبعًا في الأرض أكيد يعني. بس أنا ما كنتش أعرف كده لإن أنا لسه بادئة. فبدأت بعد كده إن أنا ييجي لي أوردرات، فالأوردرات بتبقى مُتعبة جدًا على المكسب اللي أنا باكسبه. فبدأت أفهم النقطة دي، إن مش كل حاجة هتبيعيها رخيص عشان تيجي لِك أكتر، فأنتِ كده كسبانة، لأ أنتِ كده خسرانة خالص. والنقطة دي أنا حابة إن أنا أوضّحها لكم. اللي بيسعّر الشغل رخيص فهو في الآخر خسران، حتى لو جالِك شغل كتير جدًا، أنتِ على قد تعبِك مش هتلاقي المكسب بتاعِك.
ومش باقول لِك برضه تأفوري في المكسب أوي، بس يعني خير الأمور الوسط بتبقى كويسة. طبعًا التسعير والغلط والحاجات دي أنتِ بتكتسبيها مع الوقت، يعني هتاخدي خبرة مع الوقت بقى والغلطات، وترجعي تصلّحي اللي أنتِ وقعتِ فيه. تمام خلاص، لقيت إن الأوردرات كتير، وفي نفس الوقت أنا مكسبي قليل فباتعب. عايزة أقول لكم إن أنا بقى بدأت إن أنا أصوّر بقى الشنط، وفكّرت في الموضوع إن أنا أعمل business من الشغل. في ناس كتير أوي بتقول لي: "أنا بدأت business بس ما فيش أوردرات جات لي." طيب أنا جات لي الأوردرات بالصدفة، يعني أنا كنت بادئة كهاوية وبعد كده لقيت إن الأوردرات بتيجي لي. أنتِ لو بدأتِ مثلًا كbusiness في الأول، محتاجة الصبر، دي أول حاجة، والأرزاق بإيد ربنا. فمهم جدًا إن أنتِ تكوني واثقة في شغلِك، ومهم جدًا إن أنتِ تكوني واثقة وصبورة، وواثقة كمان طبعًا في رزق ربنا، هيبعته لِك، هيبعته لِك. حتى عايزة أقول لكم إن إحنا فنانات الكروشيه بقوا كتير جدًا، وإن الكروشيه بقى مُكتسح زي ما أنتم يعني ملاحظين، مُكتسح في كل حتة، فده أرزاق. فمهم جدًا إن أنتِ تبقي صبورة. تمام، أنا بقى الفكرة إن هو ربنا رزقني يعني أنا كنت هاوية، وبعد كده بدأت إن أنا أفكّر في الbusiness. زي ما قُلت لكم إن أنا كنت باصوّر الشُنط قبل لمّا أبيعها، أو قبل ما أوصّلها للعميل يعني. فبقى عندي كمية من الصور بتاعتي أنا اللي عاملاها، يعني ما كنتش باجيب من Pinterest، أو باجيب من النت وأقول ده متاح تنفيذه. دي نقطة مهمة جدًا عايزة أقولها لكم برضه، إن غلط جدًا إن أنتِ تجيبي آمم صورة من النت، أو حتى العميل يبعت لِك صورة من النت ويقول لِك أنا عايزها، أنا عايزة أقول لكم بقى هنا قصة كانت حزينة بالنسبة لي. بعتت لي عميلة قالت لي إيه، كانت مكرمية. تمام، أنا بقى لسه بدأت بقى المكرمية، يعني دي بعد شوية من الكروشيه. بس أنا عايزة أقول لكم النقطة المهمة جدًا. بعتت لي صورة من على النت وقالت لي: "أنا عايزة مكرمية زي دي." المكرمية ما كانتش، عايزة أقول لكم إن هي ما كانتش صغيرة، لأ المكرمية كانت كبيرة، كانت حوالي متر و20 أو متر و10، فكانت كبيرة وخدت خيط كتير. النقطة برضه اللي إحنا بنقع فيها إن إحنا ما بناخدش deposit من العميل، ودي طبعًا بنكتسبها مع الخبرة زي ما باقول لكم. طول ما أنتِ ماشية هتكتسبي خبرة، يعني طول ما هتُقعي وهتقومي، وتُقعي وهتقومي وهكذا. المهم، عايزة أقول لكم المكرمية طلعت تحفة، 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 وصورتها، هاحط لكم صورتها دلوقتي. أهي دي، ده شغلي طبعًا على الطبيعة، صورتها وبعتّها لها، وبعتّ لها الصورة دي. آآ بُصّوا تفاصيلها كتير جدًا زي ما أنتم شايفين، شغلها كتير. بالرغم ده كنت بايعاها بسعر، عايزة أقول لكم إن هو برضه في الأرض. قالت لي: "لأ الريشة دي مش عاجباني." أنتم متخيلين إن الريشة هي اللي مش عاجباها؟ ف لأ أنا مش هاقدر آخُدها، لو أنتِ هتعملي لي في الريشة شوية أو تكبّريها لي. هي قعدت تقول لي حاجات كده غريبة، أنا بصراحة ما فهمتهاش. قُلت لها: "على العموم أنا مش هاحُط إيدي فيها تاني، هي لو عاجباكِ تمام هتاخديها تستلميها، لو مش عاجباكِ خلاص أوكي، أنا هاعرضها عندي في الصفحة، والناس عادي يعني هتاخدها، وممكن أنزّل كمان في سعرها، لإن دي order، يعني الحاجات دي بتبقى بالطلب، ما فيش حد ييجي يقول أنا عايز الشكل ده، لأ، الناس بتطلب بالطلب بيبقى عايزين شكل تاني." قالت لي: "خلاص تمام." وفي الآخر طبعًا ما خدتهاش. نتعلم بقى من اللحظة دي إن هي بعتت لي صورة، هي ما طلعتش طبق الأصل من الصورة، بس عايزة أقول لِك إن المكرمية اللي أنا عملتها مش وحشة وجميلة وحلوة، و وممكن أحطها على Pinterest والناس تاخدها مني. بس الفكرة إن أنتِ، أو الغلط مني أنا اعتبرت إن ده غلط برضه، لإن العميل دايمًا على حق. فقُلت ممكن أنا آمم المفروض كنت قُلت لها أنا هانفّذها لحضرتِك، بس مش هتطلع طبق الأصل بالضبط، ممكن تطلع أحلى، بس أوعدِك إن هي مش هتطلع أوحش. لكن مش هتبقى نفس لإن الإيد اللي أنتِ أنا لو اشتغلت المكرمية دي تاني بإيدي أنا مش هتطلع هي. يعني الإيد، طبعًا إحنا كلّنا فاهمين النقطة دي كفنانات كروشيه، أو فنانات عمومًا يعني handmade. بتعرفي إن أنتِ الحاجة اللي بتعمليها مش هتعمليها طبق الأصل تاني منها. فالمفروض إن أنا كنت قُلت لها لأ أنا هاعملها لِك، بس
مش هتطلع نفس أو طبق الأصل من الصورة اللي حضرتِك باعتاها لي. فدي برضه فكرة إحنا بنقع فيها. عشان كده باقول لِك ما تحطّيش أي حاجة تقولي متاح تنفيذها، لإن العميل بيبقى فاهم إن أنتِ هتبعتيها له بالضبط، بالضبط، وهي عمرها ما هتطلع بالضبط. حتى لو أنتِ كنتِ محترفة، حتى صاحبة الصورة اللي أنتِ حاطاها مش هتطلّعها نفس الصورة تاني، أو نفس الشكل تاني، أو نفس الشغل تاني. فاهمين الفكرة؟ فدي نقطة برضه إحنا بنقع فيها. بس بُصّوا بقى، بالنسبة بقى للي أنا باعمله، أو ده cardigan هينزل لكم برضه. الcardigan ده مكسّر الدنيا، اللي هو بتاع ياسمين العبد، هانزّله لكم في الفيديو إن شاء الله الجاي أو اللي بعده. لكن لو أنتم حابين بقى البودكاست في الشغل اللي أنا أو الفيديو ده عجبكم عمومًا، قولوا لي برضه في الكومنتات تحت، إن هي أحكي لكم بقى عن قصص بقى فكاهية وناس نصبت علينا وحاجات كتير، كتير. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت إن إحنا نكرر سلسلة البودكاست. هي مش هتبقى كل يوم طبعًا، بس هنعمل كده سلسلة للبودكاست إن هي تنزل كل أسبوع، ننزّل فيها قصة مع الكروشيه، أو مع المكرمية، أو مع الhandmade عمومًا. فلو أنتم حابين الفكرة اكتبوا لي في الكومنتات تحت، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مش عايزة أطوّل عليكم، وشكرًا لكم متابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.